الحق خليك كريم، أحسن فريق. الحق خليك كريم، أحسن فريق. الحق خليك كريم. صبحي سليمان راتب العوضات، والهدف الهدف الأول لصالح فريق الفيصلي الأردني من مؤيد سليم أحرز الهدف الأول بعد مرور ما يقارب يبدو أن هناك كما نشاهد رقابة مفروضة على اللاعب حسن حجاج، واللاعب حسن حجاج من أخطر اللاعبين. إذن الهدف الأول وهدف التعادل، أحرزه اللاعب محمود أبو صفية أحرز الهدف الأول بعد مرور 12 دقيقة من بداية اللقاء. محمود أبو صفية تصدى فريق يبدو أن هناك هدف، نعم هدف أبو صفية طويلا للأمام، جمال الوحيدي، حسن حجاج. إذن ضربة جزاء لصالح فريق محمود، والهدف الثاني لصالح فريق جبل المكبر. التعادل يحرز من ضربة جزاء سددها إلى يمين حارس المرمى بعد مرور 35 دقيقة من الشوط الثاني. هدفين للفيصلي، هدفين للمكبر. طويلا للأمام، إنما مقطوعة. نائل أسعد، الهدف الثالث، هدف قذيفة أطلقها اللاعب نائل أسعد في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، ويحرز نائل أسعد الهدف الثالث جاء بتوقيع اللاعب هذا اللقاء. إذن وهكذا يعلن الحكم عبد القادر رعيد نهاية هذا اللقاء الذي جمع بين الفيصلي الأردني وجبل المكبر الفلسطيني، بصعود فريق جبل المكبر إلى المباراة النهائية، حيث سيقابل فريق الوحدات الأردني يوم السبت القادم. سيقابل الوحدات يوم السبت القادم على استاد أريحة الدولي. هذه هي جماهير جبل المكبر، والجماهير الفلسطينية تشجع فريقها وتتمنى التوفيق والنجاح والفلاح لصالح فريقها دائما وابدا.
جدا وفي كافة مبارياته.